كنبغيو نخدموا اونلاين وكنحلوا اب وورك اولا فايفر اولا حتى ملي كنبغيو نتعلموا نيو سكيلز وكنحلوا كورسيرا اولا يوديمي ولكن ما كنفهموش بروفيشنال انجلش اللي كنلقاو تماه. So if you have this problem, this video is for you. Today غادي نتعلموا the 10 most important English words you need for freelancing in clear way with real English examples. غادي نشوفوا كل كلمه بوحدها بحال client, deadline, niche وكل كلمه غنعطيوها وقتها في الشرح وغادي ناخذوا examples هكا ما عمرك غتنساها. خليك معايا حتى الاخر كاين واحد البونيس. If you are learning English to freelance and make money online, this channel is for you. Hit subscribe so you never miss an English lesson that pays. إلا كنتي بادئ أو باغي تبدا الفريلانسينغ خاصك ضروري تعرف these 4 vocabulary غادي يعاونوك بزاف في الخدمة أونلاين. Upwork, Fiverr, TikTok Shop إما مشيتي غادي تلقاهم. You will see these 4 vocabulary in every single freelance conversation. غادي نبداو بالبيزكس وشويه بشويه غنبقاو نصعبوا الكلمات هكا غتستافدوا احسن. Client بزاف غيكونوا كيعرفوها ولكن خلينا نشوفوا example في الكونتكست ديال الفريلانسينغ. Client the person who pays you. ممكن تكون عندها استعمالات اخرى ولكن في الفريلانسينغ كلاينت هو داك الشخص اللي يخلصك على واحد الخدمه كديرها ليه اونلاين. Example the client sent me a message about the project. Project means the full job from start to finish. Project هو ديك الخدمه ديال كامله من اللي يلاه كتبدا وحتى كتسالي. هنا واخا يبانوا لكم هاد الكلمات ساهلين ولكن حاولوا تفهموهم في هذا الكونتكست ديال الفريلانسينغ. Project في الفريلانسينغ means the full job from start to finish. Project هي ديك الخدمه اللي كدير من الاول حتى الاخر كامله. This project will take 3 days to complete. يعني هذا البروجيكت غياخذ منا 3 ايام باش نساليوه. Deliver to send the final work. Example I will deliver the project by Friday. غادي نصيفط البروجي قبل الجمعة. غتخدم ليه الخدمة كاملة من الأول حتى الآخر قبل الجمعة. Deadline the time you must finish. Deadline هو ديك الوقيته اللي خاصك تسالي فيها البروجيكت. Example what's the deadline for this project? What is the deadline for this project? يعني شنو هو آخر أجل باش تسالي هذا البروجيكت. Now pause right here. حبس هنايا حبس الفيديو and say the client wants the project before the deadline. Try it in the comments. اكتبها في الكومنتس. If this helping smash that like button. غادي تكون شفتي هاد الفوكابولري بورتفوليو نيش ريت. هذه ماشي انجليش ديال المدرسه هذه انجليش ديال الفريلانسينغ. خليك معايا غادي نشرحوهم في الكونتكست ديال الفريلانسينغ. Now your professional identity. These next 3 words help you sound professional and get better clients. غادي يعاونوك باش تبان عارف راسك شنو تدير و professional. هاد الكلمة more advanced اللي قبل. The first one portfolio. Examples of your past work. portfolio كيكونوا فيه أمثلة على الخدمة ديالك اللي درتي قبل. هكا داك اللي تيخدم معاك ملي تيشوفهم تيعرف انت كيفاش كتخدم وحتى الفيجن ديالك والسكيلز ديالك تيعرفهم في داك البورتفوليو. Example please check my portfolio before placing an order. شوف البورتفوليو ديالي قبل ما تخدم معايا. Even if you are new create 2-3 sample works for your portfolio. واخا تكون يلاه بادي الفريلانسينغ وانت كتعلم وخدمتي واحد الاكزامبل زوين حطو في البورتفوليو ديالك. حاول تجمع 1 2 3 باش يكون البورتفوليو ديالك عامر وملي تبغي تخدم مع شي واحد غادي يشوف خدمتك هو اصلا تيكون باغي بحال ديك الخدمه اللي درتي. وما تنساش تستعمل professional English. Next word niche. Your specific area of expertise. Example my niche is social media videos for restaurants. هو واحد التخصص معين وتيكون تخصص محدد. بحال مثلا هنايا my niche is social media videos for restaurants. شوف هنا النيش ماشي غير فيديوهات لا social media videos for restaurants. Real example don't say I do everything. Say I specialize in Instagram Reels for food businesses. هذا مثال آخر أنا مختص في الانستغرام ريلز وبالضبط food businesses. Okay. Rate how much you charge. Example my rate is $50 for a 60-second video. أنا تنخدم فيديوهات فيهم 60 دقيقة $50. These 3 vocabulary كيتستعملوا في client communication. Client communication هي اللي كتخلي الكلاينت يخدم معاك مرة وجوج وثلاثة. So خلينا نفهموهم. Revisions changes the clients wants. Example I offer 2 free revisions with every project. كنعطي 2 ديال التعديلات مع كل project. Always mention revision limits up front. ديما حدد داك الريفيجنز ديالك مع الكلاينت قبل ما تبدا الخدمه. شوف انت على شحال من ريفيجن قاد عليها قولها له في الاول. Feedback clients review of your work. Example
thank you for the positive feedback. Feedback هو داك الريفيو اللي تيدير لك clients. Remember, good feedback equal more clients find you. Responsive. You reply quickly to messages. Example, I am very responsive. Usually reply within 1 hour. أنا كنرد على المسجز في أقل من ساعة وبسرعة. So إلا كنتي responsive غادي يخدموا معك clients بزاف. Practice activity. Here is a real conversation using our words. Sample client message. Hi, I need a logo for my project. What's your rate? Can you show me your portfolio? شنو تقولي انت؟ Your professional response. Hi client. مثلا Hi John أو Hi Samir. My rate for logo design is $30. Please check my portfolio. My niche is modern business logos. I am very responsive and I offer 2 revisions. What's your deadline? So now pause حبس الفيديو and write your response using today's words. Post it in the comments. Let's recap. Client, project, deliver, deadline. هادو the basics as we have said before. Portfolio, niche, rate. Your professional identity. Revisions, feedback, responsive. Client relationships أو client communication. You don't need perfect English. You need the right English. These 10 words will help you earn more money as a freelancer. For more freelancing English, hit subscribe. So comment your niche below and write your professional message.